السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين يا رب. مرحبا بكم في لاشين ديالنا أسرة. قبل ما نبداو الوصفة تاع نهار اليوم حبيت نقدم تعازينا الخالصة لاخواننا في ليبيا وفي المغرب، اللهم ارحم شهداءهم واشفي جرحاهم يا ارحم الراحمين. نولوا الوصفة تاعنا اليوم ان شاء الله. ندير معكم الوصفة تاع الدولمة. هاد الدولمة درتها لكم باربع خضر اللي هي البطاطا والطماطيش والقرعه اللي هي الكورجات والفلفل الطرشي. اول حاجه بديت بها هي البصل، رحيته مليح في الاشوار. هاد البصل نحتاجو في لاصوص تاع الدولمه، فوالا دونك كي نطيب المرقه نستعملو. رحيته خليته تكوتي وجوز ديريكتومون باش نطيب المرقه ديالي اللي ندير من بعد فيها الدولمه. في طنجره ولا في كوكوت في اي حاجه تساعدك ديري قيس 3 ملاعق كبار تاع زيت يسخنوا مليح، وبدا يقلي اطراف الدجاج سينو اطراف اللحم، اي حاجه متوفره عندك في الدار. وماشي اوبليجي ديري، قدره طيبي المرقه بدون اللحم عادي جدا، لانه الدولمه تاعنا تجي محشيه، الخضر يكونوا محشيين بلا فيونداشي ولا بولي اشي، دونك الا ما كاش متوفر عندك في الدار تقدري طيبي بدون اللحم عادي. وهذا الطبق في الاصل يجي باللحم ما يجيش بالدجاج. بعد ما تقلى لي مليح الدجاج تاعي ضفت عليه البصل. اذا كانت طنجره تاعكم صغيره وما عندكمش لي سباس نحي هذوك اطراف الدجاج، حطي البصل قليه ومن بعد مورا ما يتقلى عاودي رجعي هذاك الدجاج ديالك. من الافضل ديري كميه معتبره من البصل، لانه كل ما يكون البصل بزاف يجيك وسمو الطياب تاعك ثقيل، فوالا ويعطيك نتيجه مليحه بزاف. بعد ما تقلى لي البصل تاعي ضفت له كميه من الحميصه راهي نص طياب. بعدها مباشره حطيت نصف ملعقه صغيره تاع فلفل اسود مع كركم مع كميه من الملح. الكركم اختياري، ماهوش حاجه ضروريه، بصح صحي ويعطي لون شباب لاصوص تاعنا. بلا ما ننسى القرفه، ضفت قيس ملعقه صغيره تاع قرفه لانه الدولمه تحب القرفه. بعدها مباشرة مرقت ماء ساخن وخليتها تطيب. ودوكا نوجد الحشو تاعي معكم. فوالا عندي كمية من اللحم المرحي، ضفت له كمية من الأرز كنت غليته في الماء والملح، وضفت له كمية من الكركم باش عطاني هذاك اللون الشباب. 2 ملاعق كبار تاع لا شابلور مع كمية من المعدنوس وحبة بيض ومبشور قيس تنينات توم هكاك، الملح. نفس التوابل اللي حطيتهم في لاصوص حطيتهم في هاد لافارس اللي هما الكركم والفلفل الاسود والقرفه. فوالا خلطت مليح هاد المكونات باش يندمجوا لي مع بعضهم. اذا كانت عندك اللحم كميه قليله ديري كميه كبيره من الارز. ما تنسوش تضيفوا لا شابلور، الدور تاعها هي باش ما يجيكمش الحشو يابس وناشف، فوالا طريه. كما شفتوني درت حبه بيض برك، فوالا الحشو راه مخصوص. زدت كميه من البيض راني نخلط ونشوف حتى نلقى القوام المناسب تاع كي ديري مبول في يدك تتلم معاك لتم تحبسي البيض. من جهه واحده اخرى راح نوجد الخضر اللي راح نستعملهم في هاد الدولمه. كما قلت لكم انا استعملت 4 خضر. مثلا عندي هاد الحبه تاع الكورجات قسمتها على النص اكزاكت باش تجيني متساويه، وخليت حوالي 3 ملم في الجوانب الأربعة. ومن الافضل تخدموا بملعقه صغيره هكا باش ما تكسروهاش ونحيولها كامل الزريعه. انا نفضل نستعمل نصف حبه من الخضر، ما تعجبنيش بحبه كامله. جربوها بهالطريقه على بالي راح تعجبكم. كي ديروا غير نص حبه تاع الخضره تتبنوا هذاك الحشو، ماشي شغله كي تاكلي في القرعه هذا ما كان والحشو شويه. سي بيان دوماج، حسبت لي تليفون كان يصور فينالمون ما صورش كامل هذوك المراحل اللي خدمت فيهم بقيه الخضر. معليش قعد فينالمون غير هذا المقطع الاخر تاع البطاطا.
بالنسبة لبقية الخضر كامل قطعوهم اون دو، وسيو مثلا الفلفل قطعوه بطريقة اللي يجي فيها غامق. عندكم وين تحطوا لافاغس يكون العمق تاعو كبير بارابور، ونحيولو كامل الزريعه. بالنسبه للطوماطيش نفس الشيء، نحيولها غير هذاك البوشو اللي من فوق، وديروا لها قاعده من تحت باش كي تحطوها ما تهربلكمش. ونفس المبدا مع البطاطا، فرغوهم غير بالعقل من الداخل باش ما يتكسروا لكمش. كما قلت لكم الافضل تستعملوا الملعقه صغيره، ما من الحبات خيروا الحبات اللي يكونوا شويه صغار. وهذوك الزوائد اللي تنحيهم من داخل تقدروا تحتفظوا بهم في المجمد وتستعملوهم كي ديروا ينسوب ولا هكذا باش تفاداو التبذير. كما راكم تشوفوا بعد ما كملت فرغت كامل الخضره ودرت لهم قاعده من تحت باش ما يهربوليش كي نحطهم. رشيتهم شويه ملح مع شويه فلفل اسود. كي ديروا لهم سيرتو الملح تضمنوا باللي الخضره تاعكم ما تجيكمش صامته او كونترير تجيكم بنينه. في هذه المرحله تقدروا سواء تفرسيوهم هذيك الخضر كامل تفرسيوهم بالحشو وتجوزوهم في المقله، تحبوا ديروا لها شويه زيت ولا شويه زبده فوالا تصوطيهم شويه في المقله. انا جو بريفير يكونوا فارغين بس كاين احتمال تاع هذاك الحشو يطيح، دونك انا دائما نستعمل هذه الطريقه. نقليهم شويه هكا شويه برك ابان باش يديو هذيك البنه تاع الزبده، ومن بعد نفرسيهم. بعد ما تقلاو لي كانت عندي كميه من الفرماج، نتوما استعملوا الشيدر ولا اي نوعيه تكون مليحه. ربيت كميه منه باش من بعد ان شاء الله في لافان نحطو فوق الظلمه تاعي، وكميه خليتها حبيت نديرها لداخل مع الحشو، نقطعها الى قطع صغيره ونضيفها مع الحشو يعطي بنه بزاف هايله. كنت شاك فوا ندي كميه من الحشو ندير داخله قطعه من الجبن، وكي تكونوا ديروا الحشو داخل مثلا البطاطا عبزوا شويه باش ما يخرجش كي طيب. وبنفس الطريقه كملت فرسيت كامل الحبات، خليكم تشوفوا معايا كيفاش. الكميه تاع الحشو اللي بقات لي درتها كريات وضفتها مع هذيك الظلمه. بالنسبه للظلمه كاين طريقتين كيفاش طيبوها، سواء ديروا هاد الطريقه تعتمدوها اللي طيبت بها انا، سينو كاينه طريقه تانية مولفه نستعملها اللي هي ديروا في صينيه تاع الفرن، هي نفسها اللي تقليو فيها هذيك الخضره، ومن بعد ديروا لها شويه المرقه من هاد لاصوص اللي طيبتو، وديروا لها ورق الزبده وورق الومنيوم ودخلوها طيب. هذيك تاني تعطي لكم بنه بزاف هايله. فوالا انا هنايا بعد ما طاب لي
المرق تاعي، نحيت هذوك اطراف الدجاج باش يكون عندي ليسباس كافي للظلمه تاعي، وبديت نحط في الخضر. بس كانت كاينه الحميصه من تحت، دونك هي اللي كانت تميل لي هاد الحبات، سي بور سا طاحوا. غلقت على الخضره تاعي وخليتها طيب. وهذوك اطراف الدجاج حبيت نزيد نحمرهم شويه. تقدروا ديروهم في الفرن كيما تقدروا تجوزوهم في المقله، ديروا لهم شويه زبده وخليوهم. بعد ما طابت لي الظلمه وحطيتها في صحن التقديم، حطيت لها شويه من هذاك الفرماج اللي كنت رابيته، كانت مازالت سخونه، دونك هذا الفرماج راح يذوب. على بها قلت لكم استعملوا نوعيه جيده على البنه وعلى كلش. فوالا، سينو تقدروا اذا كنتوا درتوها في الفرن تعاودوا تدخلوها باش يذوب معكم هذا الفرماج. وفي الاخر زدت لها رشه معدنوس. وما بقى لي غير نقول لكم شهيتكم في الجنه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفات جديده. ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه، ما كنتش رايحين تندموا عليها، بزاف بنينه وسهله. سلام.